ازيكم عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بيكم في فيديو النهارده. نبدأ الفيديو بتاعنا بحمد الله والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومننساش ندعي لاخواتنا في فلسطين، ربنا ينصرهم ويحفظهم، اللهم امين يا رب العالمين. دي البامية الملوخية اللي احنا فرزناها مع بعض، اكيد فاكرينها. فرزتها من فترة قريبة مش من بعيد قوي، يعني كنت اول مرة افرز معاكم وقلت لكم هنجربها مع بعض ان شاء الله. فرزنا بطريقتين، دي طريقة الشوربة، فقلت هجربها معاكم. عندي هنا شوربة بتغلي على النار، حطيت لها نص معلقة توم وهسيبها تاخد غلوتين. احنا بنطلع الكيس من الفريزر يا جماعة، بننزل فيه في الشوربة المغلية على طول. غليت بالشكل ده ونزلت بالملوخية هي ومتجمدة على الشوربة على طول كده، ما بنسيبهاش تفك ولا اي حاجة خالص. وهنديها شوية تقليبة كده لحد ما تفك خالص ونطفي عليها. ما تسيبوهاش تغلي كتير على النار يا جماعه، ريحتها حلوه وبجد كان طعمها حلو قوي، وكانت تجربه بجد حلوه. لما نجرب النوع التاني اللي من غير شوربه هعمله معاكم برضو ان شاء الله. وهنا بقى عندي معلقه سمنه او زيت زي ما انتي حابه، وهحط فيه نص معلقه توم وهقدح للملوخيه. ما تخلوش التومه تتحمر جامد يا جماعه، بتضيع طعم الاكله. خلوها يا دوب تاخد لون ذهبي خفيف كده. بس وهنزل بيها دلوقتي بقى على الملوخيه. وبجد كانت تجربة حلوة، وكانت الملوخية حلوة قوي بجد. وهنا هقدمها في الطاجن وبس كده يكون الفيديو بتاعنا خلص. يا رب يكون الفيديو عجبكم ويكون خفيف عليكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة، ونتقابل ان شاء الله بإذن الله في فيديو جديد. مع السلامة.